هنجيب قطع البانيه الكبيرة بالشكل ده وهنقطعها لقطع صغيرة شوية علشان تستوي بسرعة معانا في البيكاتا ما تاخدش وقت. عندي طاسة هنا على النار هنزل بيها كده بقطع الفراخ الصغيرة كده، نديها بس تشويحة. ننزل عليها بالملح والفلفل بتاعنا. طبعا هنعمل كده بكل الكمية اللي معانا. نخلص الكمية كلها وارجع لك. هنا طبعا اخر حاجة هنشيلها من الفراخ بالشكل ده بعد ما قليناها كلها. هنقطع بصلاية حلوة كده وننزلها في قلب الزبدة والزيت اللي احنا حطيناهم عشان نقلي فيهم الفراخ وهياخدوا بس تشويحة واحدة معانا. هنا خلاص ادينا البصل تشويحتين، هنبتدي نشيله كمان من الزيت بتاعنا عشان نحط مكانه المشروم. هنا عندي المشروم انا كنت جايباه فريش ومقطعه وحاطاه في الفريزر. برضو هديله تشويحه واحده بس كده. لو المشروم عندي لونه ابيض اللي هو الفريش بتديله تشويحه لحد اللون بتاعه ما يغير، انما ده عشان يتحط في الفريزر فلونه متغير اوريدي، فاحنا هنديله بس تشويحه واحده علشان الميه اللي فيه دي كلها تنزل، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. عندي المشروم هنا خلاص خد تشويحه وخد كمان كل اللون البراون اللي في قلب الطاسه او الصينيه اللي انت بتعملي فيها. طبعا انا مش هعمل البيكاتا في الطاسه دي لانها صغيره، انا من عادتي بعمل البيكاتا في صينيه كبيره من اول ما بشوح الفراخ لحد اخر حاجه فيه، بس النهارده قلت اشوح الفراخ في قلب الصينيه الصغيره دي او الطاسه الصغيره. هنشيل بقى من على البوتاجاز ونحط الصينيه اللي هنعمل فيها البيكاتا. جبت طاسه على النار وحطيت فيها معلقه زبده او معلقه زبده وشويه زيت، وعندي هنا معلقتين دقيق. انت اللي تقدري تتحكمي في الصوص بتاع البيكاتا. لو عايزاه تقيل بتكتري شويه دقيق، لو عايزاه سايل حبه كده وانت بتغمسيه. في ناس بتحبه تقيل وفي ناس بتحبه خفيف، انا بحبه خفيف شويه فعشان كده حطيت معلقتين بس دقيق بالشكل ده. اخلي بس الدقيق معايا يتحمر سنه بسيطه قوي، يعني لونه كده يبقى صفار شمسي بالشكل ده. شرب خلاص الزبده والزيت بتاعنا كله، اديله بس تقلبتين كده. انا مش بعمل بشاميل او ممكن نقول عليه صوص ابيض بس بسيط قوي، ما بتفضليش معاه لحد ما بيحمر. بصوا هو كده دخل خلاص في ان هو شرب كل الزيت والزبده اللي فيه بالشكل ده. هنعمل ايه بقى في المرحله دي؟ هننزل كده معانا بشويه من اللبن. لو عندك لبن بلدي مش مشكله، لبن عادي معلب مفيش مشاكل خالص. وهتحطي حبه كده من اللبن وهتقلبي معاكي لحد ما يبقى القوام زي الصوص الابيض بالظبط. هنا خلاص الكريمه بتاعتي جاهزه. طبعا انا حاسه ان هي تقيله شويه زي ما قلت لكم. لو انت حاسه ان الكريمه عندك تقيله شويه بتزودي كده شويه من اللبن. ولو انت مش متمكنه من دوران الدقيق مع الزبده مع الزيت، عندك المضرب. انا لسه ضربها حالا دلوقتي بالمضرب كده علشان خاطر تفك كلها من بعضها بالشكل ده. خلاص كده كده خفيفه وحلوه وجميله. هنبتدي بقى ايه؟ ننزل بشويه كده فلفل. لو عندك فلفل ابيض يبقى تمام قوي،
وعندي هنا كمان شويه ملح، ملحي بيها الكريمه بتاعتك قبل ما تحطي المكونات بتاعه البيكاتا معاكي بالشكل ده. تدوقي الطعم وتشوفي ايه الاخبار. عندي هنا بقى معلومه عايزه اقولها لكم، لو انتوا حابين البيكاتا بتاعتكم لونها يبقى مصفر كده وجميل، هتحطوا نطره من بودره الزعفران. لو انتوا عايزينها بني، اللون البراون بتاعها المعتاد، هتحطوا المشروم بالبصل بالفراخ، طبعا كلها مصه من قلب بعضيها، فهتدي اللون اللي انتوا عايزينه. عايزين لونها يبقى احمر، هتحطوا ايه معلقه من البابريكا. فكده الثلاث الوان في ايديكم. انا بقى بحب اعملها اصفر، فهحط فيها شويه بودره زعفران دلوقتي. معايا شويه بودره زعفران حطيتهم كده. بصوا بقى بيدوا البشاميل او الصوص بتاعنا الابيض ده لون حلو ازاي. هننزل هنا بقى في الصوص ده بايه؟ بالبصل اللي احنا عملناه بالشكل ده، وبالمشروم بتاعنا اللي احنا برضو عملناه. بصوا بقى الالوانات بقى لما ايه بتعمل في قلب بعضها، والمشروم بالشكل ده. ندي برضو تقليبة قبل ما تحطي بقى الفراخ. بصي على الصوص بتاعك. عرفت بقى انا بقول لكم ما تحطوش دقيق كتير، او هي معلقتين بس او معلقة كمان. هنزود شوية من اللبن كده بسيط، عشان انا عايزة الصوص بتاعي اخف من كده. تدوقي طبعا الحدق بتاعك، وبعدين بتنزلي بقى بالفراخ بتاعتك اللي انت حمرتيها في الزبدة والملح والفلفل وشوية زيت بالشكل ده. هتاكلي هنا بقى احلى طبق بيكاتا في حياتك. في ناس بتعمل البيكاتا بقطع الصدور بتاعه الفراخ الكامله، لا انا بحب اعملها صغيره كده شويه، عشان ايه تقدري ان انت تاكليها في لقمه بالشكل ده. اتمنى ان انت تعملي الخطوه بتاعه اللبن اللي هي بتاعه البشاميل قبل الاكل على طول، عشان هي كل ما بتقعد كل ما بتتقل. قبل ما تحطي الاكل على الترابيزه على طول تروحي حطها في قلب الصوص بتاعها وتقدميها، واول ما تطلع الفقاقيع الحلوه الجميله دي كده خلاص عندنا الاكله جاهزه.